اهلا وسهلا بنات ولاد الحال، مرحبا بكم في فيديو جديد وموضوع جديد. كيجوني اسئله بزاف على ولاد خليفه مالين الزاج. اليوم قررت انني نحط لكم فيديو، كل مره كنهضر لكم على ملك، ومره الجايه نهضر لكم ان شاء الله على ملك جديد. هو حطوا لي قولوا لي اش من ملك بغيتوني نهضر لكم عليه، وتسنوا فيديو عليه ان شاء الله. واليوم غادي نهضروا على ولاد خليفه مالين الزاج اللي غاره سيدي حجاج، مالين الحمامه والقصريه، مالين التسابيح الابيض والقلب الابيض. تسليم الله. بغيت عديانكم يكونوا بحال الزاج الماضي، وعلى يديكم يكون حافي يا ربي. قولوا امين البنات، الله ياخذ حقكم يا ربي. ماشي غير اجي وقول انا عندي ولاد خليفه. مرحبا بنات ولاد خليفه. الموضوع اليوم شويه شيق، غنديروا الجزء الاول الجزء الثاني، لحقاش اي ملك ما كيقدنيش عليه فيديو كشلا ما يتقال عليه. اولا ولاد خليفه معروفين بالزاج، يعني العلاجات الحسابات اي حاجه كيديروها بالزاج. ماشي اللي كيعجن الزاج راه شيطاني. ولاد خليفه هما رفقه صالحه ربانيه، هو جن مسلم حقاني ورباني بطبيعه الحال. وبالنسبه للناس اللي كيكونوا فيهم اولاد خليفه مالين الزاج، راه كيكونوا كيرتاحوا في الجلسات ديال الذكر وجلسات ديال القران، هما مالين الصيام الاثنين والخميس، الناس اللي كيختموا القران، مالين الصدقات، الناس اللي كيجيبوا الفقراء، قيام الليل، اي حاجه فيها يعني الحاجه الربانيه راه كتلقى اولاد خليفه حاضرين فيها. ولاد الخليفه الفري راه باينين، اما الناس اللي فيهم العوارض ديال مالين الزاج راهم تما باينين. راه العارض ديال ولاد خليفه اللي عنده علاقه بالزاج غير مدخل راسو مع ولاد خليفه بطبيعه الحال راه كيدخل بسحر. ولكن الناس كيحضروا هادشي بطقوس خاصه، ما نهضروش في هادشي. وبالنسبه للعوارض ديال ولاد خليفه، ولا هما غير مدخلين راسهم بداك السميه ديال ولاد خليفه، راه هما اللي كيخدموا بالزاج ديال الكسيد الله يستر. راه كيشتوا العائلات كيف ما تشتت هذاك الزاج. حضيو راسكم من الناس اللي كيديروا الكسيد الله يحفظ، حداو راسكم الزاج ديالكم سورتو الا كان فيه الدم، راه مصيبه. هذاك الشيء راه كيجمعوه العيالات والرجال، راه كيخسروا عليه الزبابه ديال الفلوس الشوافات باش يجيبوا ليهم هذاك الزاج باش يخدموا به الحوايج اللي خايبه. وعاوتاني ماشي غير اللي شفناه كيعجن الزاج راه بطبيعه الحال راه من ولاد خليفه ورباني وهذا، لا بالعكس. راه كاينين غير العوارض ما اكثرهم عند عباد الله. واش كتلقى واحد كيخسر لحمه كله مضروب كله ضرابي كله دمايات وكيقول لك عندي ولاد خليفه؟ لا حبيبتي، هذاك عنده العوارض ديال مالين الزاج. اوكي. بالنسبه كاينين ناس اخرين ما عندهم لا هادو ولا هادو، يعني ما عندهم لا ولاد خليفه الربانيين ولا الشيطانيين، كينوضوا يهزوا القصاره غير بوحدهم، ويهزوا الزاج غير بوحدهم، وينوضوا يهرسوا داكشي ويدقدقوه غير بوحدهم. داكشي اللي قال لهم راسهم وكيعجبهم الحال. وكاينين ناس اخرين كيمشيو الليلات وكيبقاو يقولوا لهم الناس اجي دير ودير ودير اجي تعجن الزاج، وبطبيعه الحال كيزعموا وكيعجنوه وما كيطرى لهم حتى شي حاجه، واخا يحط فيه وجهه الزاج ما يطرى ليه والو. علاش؟ حيت داك النهار هذيك راه ليله مالين يعني الزاج وكل شيء حاضر، يعني الملوك كلهم حاضرين ديك الساعه والليله فيها ماليها وداك الشيء. يعني بصح ما غيطرى لك والو، ولكن ملي غتمشي للدار غتفرج ديك الساعه شنو غادي يطرى لك في حياتك. ما تبقاوش تنقزوا تمشيو للزاج، راه داكشي كبير وبعيد عليكم. الله يرضي عليكم الناس اللي ما عندهمش هاد الحال يبعدوا عليه. والله انا هادشي شفتو بعينيا. كاينين ناس ما عندهم حتى شي علاقه بولاد خليفه وكيهزوا قصريه وينوضوا يغنيو ونوضوا يشطحوا ونوضوا يجدبوا ويهرسوا الزاج، وهما كيقطروا بالدم من الليله كيمشيو للسبيطار وما عندوش مشكل. يقول لك لا انا في ولاد خليفه وعزه الله وجلاله. شحال من وحده كتهضر معايا كندير ليها الكشف ما كنلقاش عندها لا ولاد خليفه لا الربانيين ولا الشيطانيين، وكتقول لك اللي انا كنكون جالسه حتى كيقول لي يا راسي نوضي هزي الزاج وديري وهرسي وديري. وانا في الكشف اختي راه ما طلعش لي عندك كاع ولاد خليفه، لا عندي ولاد خليفه انا كنحس بهم. وما فهمتش راه انا كشخص عادي مثلا ما فيا لا ولاد خليفه لا شياطين لا حتى شي حاجه. كيشدك واحد الوقيته ديال العصا وكتبغي تضربي تهرسي ديري اي حاجه. ماشي كاع اللي كيضارب كيبدا يشير بزاف كيقول انا عندي ولاد خليفه. ولاد خليفه راه ما كيضاربوا ما كيديروا حتى شي حاجه، الله يهديكم. وهذا دليل على الناس انهم ملي كيكونوا ديما مضاربات بالزاج، ديما المصائب بالزاج، ديما يعني الكسيد بالزاج. مهم المشاكل اللي كيكون عندك غير من الزاج للزاج، فهمتيني؟ هنا كيكونوا عندك العوارض، ولا يقدر ممكن يكونوا عندك ولاد خليفه وداروا لك هذا المشكل هذا بسبب خطا ما. درتي شي خطا معاهم، ذبحتي ليهم، درتي شي مشكل، حنا غندوزوا الاخطاء. المهم بالنسبه لهذا الشيء اللي كيطرى لك ديما كتكوني جالسه حتى كتهبط عليك شي فيترينا ديال الزاج، المشاكل والمصائب، هنا راه تعرفي عندك عوارض، هنا كاين مشكل. جوج مالين الزاج بغاوني نعجن الزاج، الله يهديك. نهضروا شويه على ولاد خليفه. راه ما كيكونوش عند اي واحد، راه الاغلبيه ديال الناس اللي كيكونوا عندهم راه كيكون عندهم المجمع ضروري وكيخدموا بهم. قلال الناس اللي كيكونوا عندهم ولاد خليفه ولكن ما عندهمش المجمع ما كيخدموا ما والو، لحقاش وارثينهم. ماشي من ولا كيكون عنده ولاد خليفه باش نكونوا متفقين. ولاد خليفه هما 7 والملك ديالهم ولا الاب ديالهم هو خليفه، ياك معاهم عيشه الخليفيه بطبيعه الحال. خدمتهم بزاج، كاين اللي كيحسب فيه يعني كيدير الكشف فيه، كاين اللي كيفك الاسحار به، كاين اللي غير كيحط عليك داك الزاج كتبراي. المهم اي حاجه كتعلق بالزاج راه كيخدموا بها معايا. ابار على الناس اللي كيعجنوا الزاج، كاين اللي كياكلوه كيمضغوه كيولي بودر
وما عندوش مشكل، ما كيطرى لهم حتى شي حاجه، وما كيكونش حافي. الناس اللي كيقولك لا راه كيكون حافي، لا راه داكشي كيكون تحط عليه يديك نتي تسيلي الدم، ولكن هما الحمد لله حنا راه عارفين الحاله شنو فيه. المهم بالنسبه للناس اللي كيحطوا وجههم في الزاج، وبالنسبه للناس اللي كيديروا هادشي كامل، راه كنعاود نقول لكم راه داكشي ماشي كذوب، راه حقيقه. ولاد خليفه راهم شرفه وكيكونوا غير عند ولاد الشرفه، لباسهم بيض ويقدر يدخل معاهم الخضر. اللي عنده ولاد خليفه ضروري يكثر من الحليب ويدير فيه الزهر وفيه شويه ديال السكر ولا اللي بغا، مهم التمر، الحنه، اي حاجه قدرتي ديرها ديرها. المهم بالنسبه لولاد خليفه هما في الاصل ديالهم كملوا كيقولوا راهم اصل ديالهم زعما من الزاج، والله اعلم عاوتاني. المهم هما خدمتهم غير في الزاج، ما معاهمش الخطا، ما معاهمش اللعب، ما معاهمش الضحك. بالنسبه للزيارات ديالهم كاينه في مرشيش، كاينه في سيدي حجاج، كاينه في سيدي محمد حمر، وكاينين في مالين تاع السوت يعني بويا عمر. بالنسبه للنهار ديال ولاد خليفه هو الخميس. وبالنسبه البخور ديالهم العود القماري والجاوي البيض. والصواب ديالهم انا نقول لكم شنو كيدار في الصواب، لحقاش الصواب كيختلف من واحد لواحد. يعني بالنسبه اللي عنده المجمع راه ماشي هو اللي غير عنده ولاد خليفه وكيدير لهم صوابهم فقط، واش فهمتوني؟ يعني كل واحد وحسابه، حتى واحد ما بحال واحد. بالنسبه لكل واحد كاين اللي كيجيه الحال على جلاله، كاين اللي كيخدم على فقراء، كل واحد وشنو. المهم ضروري تكونوا على وضوء بطبيعه الحال قبل الصواب، ما ديروا قبل ما تعجن الزاج كيدار العهد. الا بغيتو نوريكم الطريقه بطبيعه الحال خليوني حتى ندير لكم فيديو اخر ان شاء الله، قولوها ليا ونحط لكم لا ديتاي كيفاش كيدار الصواب بالضبط. على ايا كيف قلت لكم هو صواب واحد، ولكن كيختلف شيئا ما بواحد الطريقه اخرى. كاين اللي عنده غير رفقه صالحه معاه، مهم خاصو يدير لهم الصواب لحقاش وارثها، وكاين اللي كيخدم بهم راه صوابهم راه كتبقى ديك القصريه والزاج وداكشي راه كيبقى عنده العام كامل خدام بها، وكاين اللي من العام لعام كيجبد داكشي. المهم بالنسبه الصواب ديالهم كيحتاجوا بيض والحوايج بيضين بطبيعه الحال، قصريه ديال الطين، كيسان حياتي. كاين اللي كيخدم حياتي بطبيعه الحال ماشي كيسان عاديين، كاين اللي كيخدم 6 و12 و24، كل واحد والحال ديالو باش كيخدم كل واحد، يعني كاين اللي كيخدم بالزينه. المهم كاين الزهر، كاين السكر، الشمع الابيض، الحليب، التمر، حمامه بيضاء راها كترشم وكيطلق السراح ديالها ما كتذبحش. وكاين اللي كيذبح الله يسخر لي، انا ماشي شغلي في داكشي، كل واحد وحاله، كل واحد وداكشي اللي خاصو يديرو مطلوب منه. والناس اللي كيذبحوا ليهم حولي بيض راه كتخربقوا بصراحه. ملي غتبقى حياتكم من الزاج للزاج ما تبقاوش تسولوا شنو هو السبب، راه ولاد خليفه ما كيبغيوش الدم وما كيبغيوش ديك الحاله. من الاخطاء اللي ما خاصكمش ديروهم بطبيعه الحال هي هذه. وخطا ثاني اللي كيديروا الناس انهم ملي كيجمعوا الزاج وكيساليو داكشي كامل وكدوز الليله مزيان، كيجمعوا داكشي كامل قصريه بزاجها بكلشي ليها، كيعقدوها في داك لي زار اللي كانوا مفرشين وكيجمعوها حتى العام الجاي. العام الجاي كيعاودوا يجبدوا داكشي كيخدموا به، داكشي راه خاصو يكون جديد، فهمتوني؟ يعني من هذا الشيء غيخليكم نتومايا غير في الكوارث. راه بطريقه اخرى كيتجمع داكشي وكيتقادى داكشي، ماشي بهذه الطريقه هذه. اللي ما كيعرفش شي حاجه يبعد منها، راه الرفقه وراه الملوك وراه الجن راه ما معاهمش الضحك، راه ما كيسمحوش وراه ما كيعقلوش عليك، راه ما معاهمش الغلط. بالنسبه للناس اللي كيديو ولادهم باقين صغار الليلات وداكشي، الله يجازيكم بالخير. انت ما خفتيش على راسك خافي على ولدك، راه ماشي ضاحكه وديك الساعه وناشطه وبخير. اي شوفي هنا ال5 سنين، شوفي هنا ال10 سنين ولدك ولا بنتك ملي تكبر، شوفوا المشاكل اللي غديروا. راه بزاف الناس دابا راح جدودهم ومواتهم ووالديهم داروا اغلاط باقيين كيتحاسبوا على دابا ما لاقيين اللي يفكهم، فهمتوني؟ الناس اللي ما عندهمش الحال يبعدوا من الليلات وبعدوا من الزاج، راه الا كنتو نتوما كتنساو راه الجنون راه ما كينساوش. بالنسبه للحلم ديالهم عيشه الخليفيه راه مرا سمراء، اللباس ديالها ابيض ومعاه الخضر، راه واضح وباين الاحلام ديالهم. ديما كتحلمي بالزاج، كتمشي على الزاج، قصريه فيها كيسان، المهم احلام راه واضحين. وفي الحقيقه بطبيعه الحال راه حتى الحقيقه راه واضحه. المهم راه اللي عنده ولاد خليفه راه فهمني. وبالنسبه لكل ملك راه كيكون عنده احجار كريمه اللي كيكون كيستعمل وكتعجبو وكيرتاح فيها. بالنسبه لولاد خليفه بطبيعه الحال كيعجبوهم الاحجار الشفافه اللي كتكون خارجه من البحر، واخا كتعجبهم ريحه القطران. كيعجبهم يربيو الحمام، الطيور، كيكونوا حنان، كيكونوا بزاف ديال الحوايج. ولاد خليفه راه دايرين بحال كاس الزاج، تشرب فيه، تشوف فيه وجهك زوين، ديكور، تستافد منه، دير اي حاجه. ولكن نهار اللي تغلط معاه راه يتهرس هذاك الزاج، راه هو هذاك هو اللي بدا بك. ودايرين بحال الحمام ابيض وزوين وتشوفه وترتاح ليه وتونسك وبزاف ديال الحوايج، ولكن راه يطير ويخليك. بحال الشمع بيض راه زوين ويضوي عليك وكل شيء، ولكن تغلط معاه يحرقك. المهم ويخليك في الظلام. المهم الميساج ديالي راه واضح، الناس اللي ما عندهمش هاد الملوك واصلا ما كيكونوش عند منواله، باش يكونوا عندك ضروري جداك ولا جداك ولا شي حد من العائله قديم كان هو كيخدم بهم. على اي نتلاقاو فيديو جديد ان شاء الله، ملي بغيتو الجزء الثاني نحطو لكم في اقرب وقت ان شاء الله. المهم ما تنساونيش من البارطاج اكسبلور وكومونتير واخا يكون فيه غير قلب، وما تنساونيش من لايك بطبيعه الحال ولي كومونتير زوينه بحالكم التشجيعات ديالكم، باش حتى انايا ما نعقش ونبقى نحط لكم الفيديوهات وخليت لكم راحه الله.